تعالوا بقى نشوف كده الهومورك، نتدرب على اللي احنا شرحناه ونفهم بقى شويه بالحل والتطبيق. تمام؟ طيب تعالوا. اول سؤال بيقول لنا ايه بقى؟ بيقول لنا which of the following characterizes the nutrients that are synthesized inside the cell of the green plant. احنا اتفقنا على حاجه، احنا اتفقنا ان الجرين بلانت ده عنده ميزه حلوه جدا، ان هو بياخد اي حاجه ملهاش اي 60 لازمه ويعمل لك منها حاجه جامده جدا. يعني بياخد اللو انرجي، بياخد الان اورجانيك، بياخد السامبل، ويعمل عكس كل ده. بيعمل كل ده كده العكس، بيعمل هاي انرجي، بيعمل اورجانيك، وبيعمل كومبلكس، حاجه اخر فخامه. صح؟ هنشوف في الاختيارات بقى مين من دول هنا صح. هل بيعمل لو انرجي؟ اكيد لا. هل بيعمل لو انرجي؟ اكيد لا. ويا ريت واحنا بنحل دايما نبقى بنفلتر الاجابات، لازم يعني فلتر اجاباتك كده، ما تحطش الاربعه قدامك هيزغللوا عينيك. يبقى احنا عندنا هاي انرجي، هاي انرجي. طب هل هي سامبل؟ لا، ده هي بتستعمل السامبل عشان تعمل كومبلكس. يبقى خلاص هاي انرجي وكومبلكس ستراكشرد مولكيولز، يبقى هي دي الاجابه الصح بتاعتنا. اتفقنا؟ اوكي. تاني سؤال بيقول لنا which of the following characterizes the root hair cell from the other normal plant cell. احنا اتفقنا على حاجه مهمه جدا، ان الروت سيل عندها ميزه ان هي بتقدر تعمل كده. السيل بتبقى عامله كده، يعني ايه؟ يعني طالعه لبره، قادره ان هي تتشعب في السويل، في التربه، تقدر تمتص ووتر وتمتص السولتس، تمتص كل حاجه البلانت عايزها. فده اللي بيميزها عن اي سيل تانية، مش ان هي عندها سيل ممبرين مثلا. طب ما هو اي خليه عندها سيل ممبرين عادي، ده لو هي اصلا ما عندها سيل ممبرين ما تبقاش خليه. تمام؟ طب عندها سبفاكيل، اي خليه عايشه برضو عندها سبفاكيل، ما اختلفناش. هي دي السبفاكيل بتاعتها شكلها بيبقى مختلف شويه زي ما احنا اتفقنا، بس ستيل اي سيل عندها سبفاكيل ودي برضو عندها سبفاكيل، فده مش حاجه يعني مش اختلاف. طيب البريزنس اوف لاير اوف بروتوبلازم، اي خليه على ليفنج سيل، اي ليفنج سيل هي ليفنج عشان عندها بروتوبلازم. اللي هو ايه البروتوبلازم؟ اللي هو السيتوبلازم. تمام؟ والحاجات اللي جوه اي اورجانيل ثانيه جوه الخليه. اتفقنا؟ اتفقنا. فبالتالي اللي بيميزها ان هي بتنكريز السيرفيس اريا، قادره ان هي تطلع كده ايه وتتشعب من الاصل بتاعها، زي ما احنا اتفقنا بتعمل بروتروجن. اوكي؟ اوكي. طيب هنا بيقول لي السؤال ده لذيذ شويه، بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي يا ترى مين احسن حاجه من دول عندها الجريتست ابيليتي، عندها اكبر قدره ان هي تعمل ابزوربشن للووتر فروم ذا سويل. انا عايزه اقول لكم على حاجه، لما تجيلكوا رسومات ما توقفوش تبصوا كده ودماغكم تفضل بقى ومستنيين السؤال ايه يطلع يجاوب من نفسه. لا، احنا اول حاجه هنعملها لما نشوف رسومات نقارن ما بينهم على طول تلقائيا. ايه الاختلاف؟ هل الجزء ده فيه اختلاف؟ هل الجزء ده فيه اختلاف؟ هل الجزء ده فيه اختلاف؟ لا، الاختلاف اللي عندنا واضح جدا ان هو في الجزء ده. صح؟ البروتروجن اللي احنا قلنا عليها روت هير. صح؟ يبقى تعالوا بقى نبص نقارن كده، يا ترى مين من دول حققت السيوتابيليتي اللي احنا قلنا عليها؟ اولا دي ما عندهاش سبفاكيول اصلا، فده بره المقارنه. يعني حضرتك دي ما عندهاش سبفاكيول، مفيش حاجه تعمل اوسموتيك بريشر، مفيش حاجه تسحب الميه، هتختار دي ازاي؟ طيب سيبنا من 2، تعالى ل3 او قارن 2 ب3، هتلاقي ايه الفرق الواضح جدا ما بينهم؟ هي الثيكنس. صح؟ الثيكنس بتاعت السيل ممبرين اللي احنا قلنا ان هو ما ينفعش اصلا، او الثيكنس بتاعت البروتوبلازم اللي احنا قلنا ان هو ما ينفعش يبقى كبير. ليه؟ لان كل ما كانت رفيعه كده كل ما ده سمح للميه ان هي تدخل بشكل اسهل بكتير. صح؟ يعني انا لما اعدي في حيطه 2 هنفترض يعني انا ممكن اعدي في حيطه 2 متر، ولا لما اعدي في حيطه نص متر؟ اكيد نص متر. صح؟ فبالتالي هنا برضو هل لما يعدي في كل الثيكنس دي ولا لما يعدي في الثيكنس الصغيره دي؟ يبقى احسن واحد هيسحب هو 2، 3 هيسحب بس مش احسن واحد، هو هنا عايز الجريتست ابيليتي. اتفقنا؟ هل واحد هيسحب اصلا؟ لا، واحد اصلا مش هيسحب خالص. اتفقنا؟ فبالتالي 2 هي اللي عندها الجريتست ابيليتي ان هي تسحب ووتر. اوكي؟ اوكي. طيب بيقول لي هنا which of the following has no relation، ويا ريت الحاجات اللي هي بيبقى فيها نفي دي نحط ايدنا على يعني ايه، على السؤال عايز ايه عشان ما نروحش نختار اجابه غلط. no relation with the suitability of
the root hair function. يعني مين من دول مش من السيوتابيلتي؟ يعني احنا قلنا ان في سيوتابيلتيز للروت هير، حاجات مواهب ربنا مديها له عشان يعرف يعمل الوظيفه بتاعته. طب حضرتك مين من دول مش من المواهب دي؟ تعالوا بقى نشوف. The absence of cutin layer، هل دي حاجة مش من السيوتابيلتي؟ لا طبعا دي حاجة أساسية جدا. ليه؟ لأن احنا اتفقنا إن الكيوتين layer دي impermeable to water، دي مش بتعدي المية صح؟ طب تخيلوا، أنا عايزاكم تتخيلوا معايا كده إن ده الروت هير وإحنا بسلامتنا لقينا عليه كيوتين. تخيلوا كده إن دي طبقة من الكيوتين على الروت هير. كان الروت هير هيقف يبص لك كده، يعني حضرتك عايز ايه؟ انا المفروض اسحب ميه وانت حاطط عليا ماده امبيرمبل تو ووتر، روح يا عم الله يسهل لك، صح؟ اكيد ما كانش هيعرف. فبالتالي absence of cutin دي حاجه مهمه جدا ساعدت الروت هير ان هو يعمل الوظيفه بتاعته. طيب سيب بي دلوقتي. سي its large number and its protrusion outside. احنا اتفقنا دلوقتي ان البروتروجن بتاعتها الامتداد بتاعها بره الروت هير او بره الجذع بتاعنا كده، تمام؟ بره الروت ده، ان هي تبقى عامله كده. ده بيسهل عليها مهمتها، ان الشجره واقفه هنا كده برنسيسه والروت هير رايح يجيب لها الووتر من اخر الدنيا، تمام؟ فالبروتروشنز دي مهمه جدا، ساعدت الروت هير ان هو يعمل الوظيفه بتاعته، ده اكيد. طيب الثين سيلولوز وول ده اللي احنا لسه قايلينه في السلايد اللي فاتت تقريبا، السؤال اللي فات او اللي قبله مش فاكره، ان الثين سيلولوز وول دي ساعدت ان انا اقدر اعمل ابزوربشن للووتر بشكل احسن. لما يبقى عندي الوول ثين احسن ما يبقى عندي الوول ايه؟ ثك، صح؟ صح. يبقى كل دول غلط لانهم صح، يعني دول مش الاجابه لان هم السيوتابيلتيز. هو هنا عايز نو ريليشن، هو هنا عايز اللي مش صح. طيب the presence of large number of mitochondria، امتى بقى كان تختار دي؟ وهنا نركز بقى، يعني هنا نركز، امتى كنت اختار بي؟ لو قال ان انا عايز انقل السولتس from low concentration to high concentration. ليه يا عم الحاج؟ عشان في الحالة دي هيبقى اكتف ترانسبورت، في الحالة دي هنستعمل ATP صح؟ واحنا لما نستعمل ATP يبقى محتاجين الميتوكوندريا، لكن في دخول الووتر العادي جدا اللي مش محتاج اي طاقه هحتاج ميتوكوندريا. ليه؟ انا مش محتاجه ميتوكوندريا في حاجه، فلا دي حاجه ما ساعدتنيش ان انا ابزورب ووتر. اوكي تعالوا بقى للسؤال ده. بيقول لنا الاتي، بيقول لنا شوفوا study the graph ده وبعد كده شوف حضرتك بقى هتقول لي ايه. ده بيريبريزنت ايه؟ الاين concentration of some elements، يعني في بعض الاليمنت ودي حضرتك الكونسنتريشن. الكونسنتريشن جوه الروت هير والكونسنتريشن في السويل سوليوشن. طب يا عم عايز ايه؟ بيقول لي which element absorbed mainly by diffusion. طب لحظه واحده بقى، هو الديفيوجن ده كنا عشان نعمله المفروض يحصل ازاي؟ قال لك ده انت هتعمل from high concentration من مكان فيه تركيز عالي لمكان فيه تركيز قليل، يعني الغني يدي الفقير concentration، صح؟ يبقى انت هتدور على element هنا الكونسنتريشن بتاعتها في السويل عالية قوي عشان تقدر تنتقل للروت هير. تعالوا نشوف. هل 1 بصوا 1 الاليمنت دي لو هي مش باينه عندكم في الكاميرا هحاول اعمل لكم بوردر حواليها كده، ماشي؟ هنا كده واقف الروت هير، يعني 1 كده ده الاليمنت جوه الروت هير ودي جوه السويل سوليوشن. انتوا متخيلين؟ ده كده مستحيل طبعا. لو هيكمل سحب للماده دي هيستعمل اكتف ترانسبورت مش ديفيوجن، لان كده بقت from low to high. احنا عايزين العكس from high to low. طيب تعالوا نشوف نمبر 2. element نمبر 2 في الروت هير هنا كده، طب وفي السويل هنا كده. ده اللي احنا بندور عليه، حاجه كتيره في السويل وقليله في الروت هير. ليه؟ عشان تاني الديفيوجن بيحصل from high to low. اتفقنا؟ طب لو الاثنين ايكوال حضرتك الديفيوجن بيقف لما الاثنين يبقوا ايكوال. طب مش محتاجها اصلا، واضح هنا ان الروت هير اصلا مش محتاجه الاليمنت دي لدرجه ان هو ما سحبهاش اصلا. اتفقنا؟ فيبقى الاجابه الصح طبعا element 2 اللي هي letter B. اوكي؟ طيب بيقول لي which of the following food substances has or have the ability to pass through the plasma membrane of the cell. طبعا هنا بيلعب على نقطة ايه؟ ان احنا قلنا ان البلازما ممبرين ده عنده permeability، وان الحاجات اللي السايز بتاعها كبير مش هتعرف تعدي impermeable، صح؟ لان انا السيمي بيرمبل ممبرين بتاعي عامل كده،
وانا عايزه اعدي منه حاجه عامله كده، هتعدي؟ مستحيل طبعا، صح؟ فبالتالي الستارش، الجلايكوجين والبروتين دول كلهم ماكرو موليكولز، حاجات كبيره قوي مش هتعرف تعدي من الفتحات الصغيره دي. لكن مين اللي هيعرف يعدي؟ كالسيوم سولت، ده حاجه قد كده وبتتفكك اصلا وحالتها حاله، فعادي مش مشكله هتدخل عادي من السيمي بيرمبل ممبرين ده، مش هتقول لا. اتفقنا؟ فهو هنا بيلعب على فكره السايز. طب لو انا مش عارف، لو انا مش متاكد قوي، او انا مش حاسس ان انا متاكد من فكره السؤال، ايه اللي بيفرق الاجابات دي عن بعضها؟ ما هو انا اروح اسال نفسي ايه الفرق بين الستارش والجلايكوجين؟ حضرتك هم اصلا معمولين من بعض، يبقى ليه هيدخل جلايكوجين ومش هيدخل ستارش؟ ممكن جلوكوز كنا نقول ماشي عشان الجلوكوز بوليمر، لكن ده بوليمر وده بوليمر. طب والبروتين بوليمر طبعا، فدول كلهم حاجات كبيره، اختار المختلف منهم. اوكي. نيجي بقى للأسئلة اللي ايه اللي بجد بقى، عشان احنا كنا بنسخن. بيقول لي a plant cell was put in a solution where it gained water by osmosis، وما اعتقدش ان هو محتاج يقول لي by osmosis، احنا قلنا ميه يعني osmosis، وosmosis يعني ميه. فالمهم عندي هنا ان هي gained water، هنا تقف بقى، هنا ستوب. ليه بقى؟ احنا قلنا الميه بتتحرك من المكان اللي فيه ميه كتير للمكان اللي فيه ميه قليله. طب معنى ان هو جيند ووتر، معنى ان هو اكتسب ميه، يبقى كان هو في ميه كتير ولا ميه قليله؟ اكيد كان ميه قليله، صح؟ يعني ادي السيل كان الووتر عندها قليله، والسراوندنج بره كان فيه ووتر كتير، صح؟ ووتر كتير. علشان كده السيل جيند ووتر، الميه بتتحرك من المكان اللي فيه ميه كتير للمكان اللي فيه ميه قليله، صح؟ صح. هو عايز ايه بقى؟ تعالوا نشوف. بيقول لي which of the following represent the concentration، هو عايز ايه؟ concentration. طب وطالما قال concentration يبقى قصده concentration ميه ولا concentration salts؟ احنا قلنا مش هنبقى اغبياء ونسال السؤال ده. طالما هو ما قالش concentration of water يبقى احنا ما نعتبرهاش concentration of water. هو هنا بيتكلم عن السوليوتس عادي جدا. يعني هنا كان في سوليوتس كتير ولا سوليوتس قليله؟ احنا قلنا من الاخر احنا عايزينهم 100%، صح؟ يبقى لو دي كتير قوي يبقى اكيد هنا كان السوليوتس قليله، صح؟ وكان هنا السوليوتس كتيره، صح ولا مش صح؟ صح. طيب بيقول لي بقى عايز الكونسنتريشن اللي كانت بتاعه السيل وبتاعه السوليوشن. يبقى هو عايز مين الاول؟ السيل. حلو. يبقى السيل السوليوتس فيها لازم تبقى كتيره مقارنه للسوليوشن. يبقى انا في السيل هختار رقم كبير، وفي السوليوشن هختار رقم قليل. تعالوا نشوف. ينفع 1 ل3؟ الواحد اصغر، مش هينفع. ينفع 2 ل7؟ الاتنين اصغر، مش هينفع. 1 ل1 انت كده بقى يعني بلاص كبير، ما دي مش موجوده اصلا. 7 ل2 ينفع، ال7 اكبر من الاتنين. طب لو انا مش فاهم اي حاجه من اللي انت بتقوليه ده، انا دخلت الامتحان مش فاهم حاجه، انا بلص مش فاهم دي ماده ايه اصلا، ما اعرفش دي ماده ايه. طب بص، انت هنا بتقارن مين؟ 1 ب3 صح؟ طب وهنا 2 ب7، الاتنين اصغر من ال7 والواحد اصغر من ال3، ليه هتروح تختار ايه ومش هتختار دي؟ يعني فهمني بقى، ليه احنا هنروح نختار 1 ل3 ومش هنختار 2 و7؟ مفيش منطق، صح؟ 1 1 دي قلنا خلاص يعني، لا انت لو عملت 1 1 دي حاول علم رياضه ما تكملش معانا خلاص. فبالتالي اهي يعني بتقول لك انا هو اختارني، حتى لو انت مش فاهم السؤال، انت مش فاهم دي ماده ايه، بس قارن الاجابات ببعضها هتوصل، ودي طرق الحل اللي احنا بنقول عليها. ف شغلوا دماغكم، مش لازم ابقى دحيح يعني، مش لازم. طيب تعالوا بقى نشوف رقم 8 ده بيقول ايه. وبرده من الاسئله برده اللي تحلها حتى وانت بلاص عادي. بيقول لي the opposite figure represents 4 adjacent cells. ماشي that have different concentration of sugar, which of the following represent the water transfer movement by osmosis. وقلنا ان هو مش محتاج يقول ان هو by osmosis. طيب تيجوا نحل السؤال من غير ما نفهم اي حاجه، يعني انا عشان اثبت لكم ان والله العظيم هي مش ماده صعبه خالص، انتوا اللي حتى مش عارفين تبقوا بلاصين شاطرين. بص كده، بص، من 1 ل2، من سيل 1 لسيل 2، يعني من كام؟ من 5 ل3، ده من الكبير للصغير صح؟ طب من 2 ل3، من سيل 2 لسيل 3، يعني من 3 ل1.
يعني من الكبير للصغير. من 3 ل4، من سيل 3 لسيل 4، يعني من 1 لنص، يعني من الكبير للصغير. ينفع تختار اي واحده من دول؟ لا، بس خلاص شكرا، كل دول غلط. مين الاجابه اللي فضلت؟ دي طريقه حل. والله طريقه حل. انت في الامتحان واتزنقت ومش عارف ده ايه اهو، يعني ده سؤال ما ينفعش حد يغلط فيه، ما ينفعش. لان انت لو اخترت بي، طب ليه ما اخترتش سي؟ طب لو اخترت سي ليه ما اخترتش ايه؟ ما هو التلاتة في الاخر نفس الفكره، نفس المعنى. فاهمين؟ تعالوا بقى نفهم، عشان احنا ايه، استغفر الله العظيم يا رب، احنا يعني مش بلاصين خالص يعني. طيب احنا اتفقنا ان الووتر بتمشي من المكان اللي فيه ووتر كتير للمكان اللي فيه ووتر قليلة، صح. وانا قلت لكم انا بسترخم حته السلطه دي، فتعالوا بقى نشوف كده يعني ايه الكلام ده. تعالوا، النص ده يعني ايه نص في المية تركيز؟ يعني 99.5% ووتر، صح؟ ما احنا قلنا كده لازم يبقوا التوتال 100%. طيب 1% يبقى 99% ووتر. طيب هنا 3% يبقى 97 ووتر. طيب هنا 5 يبقى 95 ووتر. والمية بتنتقل من المكان اللي فيه مية كتير للمية قليلة، يعني من سيل 4 لأي سيل تانية، 4 لأي حاجة تانية. بس خلاص كده يبقى انت فاهم. حليت مش فاهم اقسم بالله حليت برضه والله العظيم، ماشي؟ فيعني ايه، دي طريقة حل برضه، ماشي. السؤال ده مع انه يبان كده كبير ومالي البورد ومش عارف، ان هو تافه جدا جدا، مفيهوش اي حاجه اصلا. بيقول لي احنا حطينا سلندر، يعني مش هقراه كمان والله مكسله. احنا حطينا سلندر، واحده فيها اير وواحده فيها كالرد جاز. يا ترى بقى هيدخلوا على بعض كده بانهي فينومينا؟ هيدخلوا على بعض ازاي؟ والله هبل والله. اكيد ديفيوجن عشان دي بارتكلز، فيعني اكيد مش اي حاجه ثانيه غير الديفيوجن. طيب the occurrence of air upward و downward. ليه؟ لان هنا في اير كتير، صح؟ هنا مفيش اير. هنا في colored gas كتير، هنا مفيش colored gas، فبالتالي colored gas هيطلع فوق والاير هينزل تحت. بس كده، شفتوا؟ هو ده عامل فيها ان هو بتاع وهو ولا اي حاجه خالص. ماشي، ده نفس برضو الكلام. شايفين مالي البورد ازاي؟ وبيقول لنا يا ترى الووتر هتبقى color، يعني بيقول لي changing the water color inside the beaker into red، يعني البيكر ده هيبقى لونه احمر. يا ترى ليه بقى؟ يا ترى ليه؟ ها، اكيد علشان اللون هينتقل من هنا لهنا باي diffusion. يعني ما قلناش حاجه اهو، الانك موليكولز هتنتقل باي diffusion. ولو عملتها اوزموسيس، روح حول علم رياضي برضو، يعني مع اللي كان قبل كده، روح انت وهو سوا، ماشي؟ عشان احنا قلنا اوزموسيس ميه فقط. اوكي، انتوا واخدين بالكم مفيش افكار، صح؟ هو ما عندوش حاجه يسال فيها غير الاوزموسيس والميه بتمشي منين لفين، فانت ريح دماغك وخليك عارفها. من الووتر كتير للووتر قليله، يعني ووتر كتير يعني سولت قليل، ووتر قليله يعني سولت كتير. مش عارفه ليه بكتب خط فراخ كده. The opposite figure shows the concentration of the ciliary sap inside the 3 adjacent cells. برضو اهم، ماشي يا عم. بيقول لي يا ترى الموفمنت اوف ووتر هتبقى ازاي باي اوزموسيس تو سيل اكس، يعني هو عايز سيل اكس، يا ترى هتتحرك منها الميه وليها ازاي؟ والله سيل اكس هنا 1% concentration، يعني concentration بتاعت الشوجر او السولت او اي سوليد دايب فيها، يعني 99 ووتر، وهنا 97 ووتر، صح؟ وهنا 95 ووتر. ها، مين اللي اكبر؟ اكبر حاجه هي الاكس، يبقى اكس هتدي الاثنين، من المكان اللي فيه ميه كتير للمكان اللي فيه ميه قليله، من المكان اللي فيه ميه كتير للمكان اللي فيه ميه قليله، يبقى اكس هتدي الاثنين. طب حد شاطر قوي يجي يقول لي طب ما هي هنا السيل دي هتدي للسيل دي. ايوه صح، عندك حق، بس هو مش عايزها، هو عايز اللي تو سيل اكس بس، هو ما سالش عن السيلز دي. اتفقنا؟ بس لو انت عملت السهم كده فبرافو عليك، صح، شاطر، برافو عليك. احنا بقى عايزين دي، قلنا اكس هتدي الاثنين لان هي فيها ميه كتير، يبقى من ميه كتير لميه اقل. اوكي اوكي. طيب
نشوف رقم 12 بيقول لنا ايه. بيقول لي والله احنا عندنا في سيلولوز ساك، يعني جايب لنا كده كذا سيلولوز ساك وحاططهم جوه بيكرز، ومدينا التركيزات جوه كل سيلولوز ساك وجوه كل بيكر. هنا في السيلولوز ساك دي قال لنا ان هي 10% جلوكوز، يعني احنا على طول لازم نترجم كده 90% ووتر. طيب هنا بره في البيكر قال لنا ان هي 10% جلوكوز، يعني 90% ووتر. تمام. هنا نفس الكلام 20% جلوكوز جوه الساك، يعني 80% ووتر. طبعا بيرسنت، كل ده بيرسنت انتوا فاهمين يعني. هنا 100% ووتر، يبقى هلاقي جلوكوز؟ لا، دي كده حاجه زي ديستلد ووتر، الجلوكوز اللي فيها قليل جدا، يبقى 0% جلوكوز. تمام. طيب هنا 10% جلوكوز، 90% ووتر. هنا 20% جلوكوز، 80% ووتر. صعبه ولا اي حاجه، ده حضرتك انت بتطرح من الرقم الموجود من 100، يعني صباح الفل يعني. هو بيسأل بيقول لي يا ترى ايه هي الكونسنتريشن اوف ووتر. نركز بقى، قال لنا هنا كونسنتريشن اوف ووتر، يبقى كونسنتريشن اوف ووتر. قال اهو، شفتوا لما عايز ووتر قال ووتر. inside the cellulose sac in case 1. تعالوا كده نشوف case 1. ادي هي case 1. يا ترى الووتر كونسنتريشن في السيلولوز ساك، ادي السيلولوز ساك وادي الووتر كونسنتريشن 90%، يبقى 90%. شفتوا هبل اكتر من كده؟ مفيش هبل اكتر من كده، صح؟ والله الدرس ده يعني العيال بتقعد تصوت بينه. ماشي. رقم 2 نفس الهبل، عايز الكونسنتريشن اوف ووتر. كونسنتريشن اوف ايه؟ ووتر. في مين؟ في البيكر، في كيس رقم 3. ادي كيس نمبر 3 وادي البيكر. هو عايز الووتر، احنا قلنا الووتر 80%. 80% ووتر، 80% ووتر يعني، صح؟ احنا بقى وانتوا تكملوا. ماشي. بيقول concentration of glucose. هنا حدد الكونسنتريشن اوف جلوكوز. طب لو ما كانش قال جلوكوز وكان قال كونسنتريشن بس، كنت انا هفهم ان هي كونسنتريشن اوف جلوكوز وما تعتبرش ان هي كونسنتريشن اوف ووتر غير لما يقول لك كونسنتريشن اوف ووتر. شفتوا انا قلتها كام مره؟ inside the solution in the beaker in case 2. يبقى هو عايز في البيكر في كيس رقم 2. فين البيكر يا عم؟ اهو. الجلوكوز بكام؟ والله 0%. ليه؟ عشان 100% ميه، خلاص مفيش مكان للجلوكوز، الميه خدت مكانه كله، يبقى 0%. اتفقنا؟ طيب بيقول لي هنا what is the phenomena which explains the reason why vegetables gain salty taste. يعني يا ترى انت ليه الاكل بيطلع معاك مملح؟ يعني هو ليه انت بتحط ملح في الاكل وبعد كده الاكل بيطلع مملح؟ طبعا عشان بيحصل diffusion. ليه بقى؟ لان حضرتك بتحط ملح اللي هو NaCl. لو حد مش عارف يعني هو ده الملح اللي هو بيتكسر في الاكل لايونات، صح؟ Na وCl. طب والموفمنت اوف اينز اللي هي كتيره قوي، الملح اللي هو حضرتك حطيته في الميه مثلا الشوربه لو انت بتعمل فراخ او خضار ايا كان، تمام، وحطيت ملح كده بقى في الشوربه ملح كتير، NaCl كتير. طب والحاجه اللي انت بتطبخها الخضار الفراخ ايا كان ما فيهاش ملح، صح؟ فبالتالي هينتقل من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن اللي هو الخضار او اللحمه او ايا كان انت بتطبخ ايه يعني بالهنا والشفا. يبقى حصل باي ديفيوجن. اوكي ماشي. نركز بقى عشان الحته دي مهمه قوي 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 كمان مره، وعلى فكره موجوده في ثالثه ثانوي. يعني انتوا لو فتحتوا بوكلت ثالثه ثانوي هتلاقوا السؤال ده موجود في اول درس. اوكي، جربوا تفتحوا الملازم يعني هتشوفوا، هتلاقوا ثالثه ثانوي موجود. ايه بقى فكره السؤال ده؟ هقول لكم على حاجه. ايه اللي بيميز او بيفرق البلانت سيل عن الانيمال سيل؟ يعني لو احنا قلنا ان دي بلانت سيل ودي انيمال سيل، ايه اللي بيميزهم عن بعض؟ حاجات كتير قوي، صح؟ بس اهم حاجه هي السيل وول. البلانت سيل عندها سيل وول، صح؟ وسيل ممبرين. الانيمال سيل لا، عندها سيل ممبرين بس. ده كده ممبرين وبس، ده في سيل وول كمان.
ايوه يعني حضرتك عايزه ايه يعني؟ ما تقرفناش يعني. نعم، اقول لك ما هو السيل وول ده فيه سيلولوز كتير قوي. ايوه برضو يعني ايه؟ السيلولوز ده ماده بتدي شويه الاستيسيتي، يعني تخلي الجدار كده رايح جاي معاك بياخد ويدي. فلما بتتملي ميه، لما تشفط ميه، لما الاوزموتيك بريشر بتاعها يبقى عالي وتسحب ميه من السراوندينج تستحمل عادي. ما هو انا هكبر في الحجم زي البالونه اللي انت بتنفخها هوا كده، هتفضل تكبر 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 وبعدين تروح بوم فرقعه، صح؟ البلانت سيل مش هتفرقع. ليه؟ علشان فيها سيل وول، عشان هي فيها سيل وول، فقدرت ان هي تمتص، اكننا بنقول تمتص الصدمات كده، تكبر 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 وما تفرقعش. طب الانيمال سيل لو حصل ان هي فيها اوزموتيك بريشر عالي وشفطت ميه كتير ما تعملش سويلنج، حاجه اسمها بيرستس، يعني تفرقع. ايه ده ليه؟ طب اشمعنى دي استحملت ودي ما استحملتش؟ علشان دي عندها سيل وول ودي ما عندهاش سيل وول. فبالتالي ناخد بالنا قوي من الفرق ده. لو انا جبت لك نفس السؤال، وهجيب لك كمان شويه نفس السؤال بنفس كل حاجه، بس غيرنا بلانت سيل وحطينا بدلها انيمال سيل، وقلت لك ان الاثنين هيسحبوا ميه، هتقول لي دي هيحصل لها سويلنج، تمام، ودي هتفرقع بيرستس. ليه؟ عشان السيل وول. فالسؤال ده هو بيقول لك انا شلت السيل وول، بيقول لي cell is removed, the cell wall of the plant cell is removed، شلته وحطيتها في distilled water. يعني ايه distilled water؟ معلش انا مش فاكر اي حاجه بقى من اللي احنا شرحناه ده. يعني ايه بقى distilled water؟ ادي السيل اهي وادي distilled water. والله distilled water قلنا يعني ميه مقطره، يعني solutes او يا عم salts قليله جدا 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 جدا، يعني water، نمسح الحته دي كده، يعني water كتيره جدا جدا جدا، والميه بتمشي من المكان اللي فيه ميه كتير للمكان اللي فيه ميه قليله. يعني عايز يقولك ان السيل دي هتشفط ميه، هتسحب ميه، ايه اللي هيحصل فيها؟ سويل؟ لا غلط، دي هتفرقع بيرستس. ليه يا عم كده؟ ما احنا قلنا بقى عشان احنا شلنا السيل وول، احنا شلنا الحاجه اللي بتحميها من ان هي تفرقع، فخلاص هتفرقع. تمام؟ تمام. احنا بقى شغلانتنا كده بقى طول الحصه بقى هنفضل بقى نقول يا ترى فين الميه كتير فين الميه قليله فين، هي دي شغلانتنا النهارده بقى. طيب بيقول لي تعالوا نشوف، هو حط سيل فيه 2 سيلز اهو، وحط واحده منهم في هاي كونسنتريتد سولوشن وحط الثانيه منهم في لو كونسنتريتد سولوشن، واستنى نص ساعه، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ تعالوا بقى نشوف. يعني ايه هاي كونسنتريتد سولوشن؟ يعني سولت كتير، يعني ميه قليله، ووتر قليله. طب يعني ايه بقى؟ يعني الوتر قليله هنا، يبقى السيل دي هتفقد ميه ولا هتكتسب ميه؟ لا ده بقت هنا هي اللي عندها ميه كتير، فبالتالي الميه هتروح من المكان اللي فيه ميه كتير للمكان اللي فيه ميه قليله، فتطلع بره، فالسيل دي حجمها هيصغر، هتشرنك، هتكرمش عشان فقدت ميه من جواها. طب السيل دي بيقول لي لو كونسنتريتد سولوشن، حطيناها في لو كونسنتريتد سولوشن. طب يا عم انا معاك اهو، يعني ايه لو كونسنتريتد؟ يعني سولت قليل، يعني ميه كتيره، ووتر كتير، والميه بتروح للمكان اللي فيه ميه كتير للمكان اللي فيه ميه قليله، يبقى الميه هتدخل جوه السيل، يبقى السيل دي هيحصل فيها ايه؟ سويلنج، هتنتفخ. طيب عشان بس الاختيارات مش مكفيه في سلايد واحده، فهو طبعا مش دي، احنا قلنا دي هتشرنك ودي هتنكمش. طب حد يقول لي ليه الاختيار مش ايه؟ يعني ليه ايه مش صح؟ انتوا عارفين ايه دي معناها ايه؟ معناها ان انا كاني بقول لكم انا جبت بالونه ونفختها هواء ف يعني كبرت، وبعدين خرجت الهواء من جواها والبالونه فضلت محتفظه بشكلها. هل ده منطق؟ لا. انا لما اصغر السيل فاكيول او لما تفقد ميه ما ينفعش السيل تفضل محتفظه بشكلها كده، امال السيل يحصل فيها ايه؟ هقول لكم دلوقتي، اتقلوا يحصل فيها كده، تصغر السيل كلها بتشرنك، مش جايب لي السيل فاكيول بس هي اللي صغرت، مش هنهزر يعني. طيب والتانية حصل فيها سويلنج لان هي امتصت ميه فكبرت، اتفقنا؟ يبقى الاجابه لتر سي. ماشي؟ ماشي. نفس السؤال تاني، نفس الفكره تاني، نفس كل حاجه تاني. هو عايز يشوف الووتر هتتحرك ازاي these cells في الخلايا دي، ومدينا concentrations. طيب تعالوا نشوف
هنا 12% سوليد، دي كونسنتريتد جدا، دي حاجه كونسنتريتد قوي صح؟ يعني الوتر اللي فيها قليله ولا كتير؟ الوتر اللي فيها قليل، الوتر فيها قليله، يعني بالارقام، خلينا بالارقام، هتبقى 88% ووتر صح؟ طيب هنا 90% ووتر، طب هنا 92% ووتر. احنا قلنا لازم الرقم النهائي بتاعنا يبقى 100% عشان نعمل سوليوشن. اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى الميه هتتحرك من المكان اللي فيه ميه كتير للمكان اللي فيه ميه قليله. مين اكتر حد هنا؟ اهو 92% ووتر اللي هو الخليه دي، يبقى دي هتدي لدي وهتدي لدي. طيب ورقم 10 دي او اللي هي 10% concentration الووتر بتاعتها 90% صح؟ يبقى اصغر، يبقى اكبر من دي، يبقى هنا هتمشي من الميه الكتير للميه القليله كده. اتفقنا؟ ايه اتفقنا؟ يبقى اهي الخليه دي هتدي لدي ودي وهتدي ودي هتدي لدي. انت الفكره كلها بتقارن concentration بتاعت ميه، الميه بتروح من المكان اللي فيه ميه كتير للمكان اللي فيه ميه قليله، وخلصنا على كده. طيب يقول لي هنا احنا جبنا حته بوتيتو ماشي، بوتيتو اكس، وحطيناها في concentrated sugar solution. يعني ايه concentrated sugar solution؟ يعني شوجر كتير، يعني ووتر قليله، يعني هنا هاي اوزموتيك بريشر، قوه شفط ميه عاليه. يبقى هنا ده لما ننزل فيه بيس اوف بوتيتو دي كده هيسحب منها ميه، هياخد منها ميه، يبقى هنا الحجم هيقل، حجمها هيقل. ليه؟ لان احنا سحبنا ميه منها. طيب هنا distilled water، distilled water يعني ايه؟ ميه مقطره، يعني ميه الكونسنتريشن بتاعتها قليله قوي، يعني الووتر اللي فيها كتير جدا جدا جدا. يبقى لما نحط البوتيتو هنا كده هتاخد ميه ولا هيتاخد منها؟ لا طبعا هتاخد. ليه؟ لان الووتر، انا جيت اكتب مسحت ماشي، لان الووتر بره كتير وجوه قليله، يبقى هي هتسحب ميه. يبقى تعالوا نشوف في الاختيارات. الويت اوف بيس اكس ديكريز، هتقل. ليه؟ عشان حضرتك هي اتسحب منها ميه. الاوزموتيك بريشر بتاع السولوشن كان عالي قوي لان هو كونسنتريتد سولوشن. طيب والويت اوف بيس واي انكريز، ليه؟ علشان هي اخدت ميه، سحبت ميه، شفطت ميه. ليه؟ عشان الكونسنتريشن هنا كان كتير، اوزموتيك بريشر كتير، قوه شفط ميه كتير. اوكي اوكي. طيب هنا بقى الاسئله اللي انا بقول لكم عليها هو نفس السؤال ده بالظبط بعده، بس هنغير بلانت سيل دي ونخليها انيمال سيل، والاجابه لازم تتغير، لو عملتها نفس الاجابه تبقى غلط. متخيل؟ طيب هو هنا بيقول لي ان احنا عندنا plant cell solution او immersed plant cell in solution، يعني حط plant cell في solution. ماشي يا عم، ماله السولوشن ده؟ قال لي السولوشن ده عنده low osmotic pressure، يعني هيتسحب منه ميه ولا هيسحب ميه؟ لا، ده قوه شفط الميه عنده قليله، يبقى هيتسحب منه، يعني السيل هتاخد ووتر. طب السيل خدت ووتر وهي plant cell ولا يحصل لها اي حاجه؟ 100 it swells، هتنتفخ بس مش اكتر. طب لو اخدت وهي انيمال سيل، لا دي هتفرقع it bursts. تمام؟ يبقى هي دي الفكره، يمكن دي التركايه اللي في يعني الاسئله كلها، وفي كمان تركايه برضو جايه لسه هقول لكم عليها، بس دي الحاجه المختلفه. انتوا شايفين بقيه الاسئله كلها مجرد بيقارن لك كونسنتريشن بتاعت ووتر، كونسنتريشن بتاعت سولت، يا ترى الميه هتمشي منين لفين، يا ترى هتمشي باوزموسيس ولا هتمشي هبل يعني. تمام؟ مش حاجه محتاجين ان احنا نتخض منها خالص. طيب بيقول لي هنا احنا حطينا ادي الجزرايه، حط فيها انبوبه ميه. تمام؟ قال لي بعد شويه، بعد ساعتين، لقينا ان منسوب الميه في الجزرايه دي عالي. منسوب الميه في الجزرايه عالي. ليه بقى؟ يا ترى ليه؟ تعالوا نشوف. هنا كان في concentrated sugar solution جوه الجزرايه دي، جوه الانبوبه دي. طب يعني ايه concentrated sugar solution؟ يعني solute كتير، sugar كتير، يعني ميه قليله.
يعني المية هتخرج ولا هتدخل؟ قال لي لأ، دي مية قليلة، يبقى المية هتتحرك من المكان اللي فيه مية كتير اللي هو بره وتدخل جوه الجدارية. ماشي؟ يبقى منسوب المية هيعلى ليه؟ عشان اللي بره دي ديستلد ووتر، يعني ووتر كتير قوي، او ديستلد شوجر سوليوشن يعني الشوجر فيه قليل قوي، ووتر كتير قوي، يبقى هتدخل جوه عند الووتر القليله، فبالتالي منسوب الميه هيعلى. يبقى عشان الووتر موليكولز move through the carrot tissue to the glass. تمام. هنا بقى الفكره اللي برضو لذيذه ومش مش مألوفه ومش تقليديه. ايه بقى هي؟ ان هو قارن لك برضو الكونسنتريشن وقال لك مين هتبقى سمولست ان سايز. فسمولست ان سايز يبقى اكتر واحده هتفقد ميه، صح؟ اللي هتفقد ميه يعني اللي هيبقى فيها ميه كتير فهتفقد ميه، يعني اللي هتتحط في concentrated sugar solution. ليه؟ عشان هنا water concentrated sugar يعني ووتر قليله وشوجر كتير، وهنا ووتر كتير، يبقى هتتحرك من المكان اللي فيه ميه قليله للمكان اللي فيه ميه، من المكان اللي فيه ميه كتير للمكان اللي فيه ميه قليله. يبقى الاجابه هتبقى بي. بس ليه بقى مش دي؟ حد ممكن يقول لي الفكره كلها هنا في كلمه بويلد بيس دي. يعني ايه؟ يعني انت جبت جزر وحطيته في حله كده على النار وقعدت تغلي فيه ورحت جايبه تعمل بيه التجربه. هل ده هينفع؟ مش هينفع. ليه بقى؟ علشان لما احنا بنعمل بويلنج للبلانت سيل الممبرين بتاعها بيبوظ. هي دي حاجه مش عليكم، مش عارفه ليه ممكن يحطوا لكم اسئله فيها، بس هم حاطين لكم اسئله فيها وبتحط كل سنه ومش هيشيلوها تقريبا، وبتيجي في الامتحانات على فكره. فيعني اعرفوا، هي معلومه اعرفوا ان الممبرين بتاعها بيبوظ. طب واحنا اصلا قايلين ان الاسموسيس بتعتمد على ايه؟ الاسموسيس بتعتمد اصلا ان يبقى فيه سيمي بيرميبل ممبرين، صح؟ طب انا بقول لك حضرتك الممبرين كله باظ، مش سيمي ولا مش سيمي، هو باظ اصلا، يعني خلاص السلام عليكم. ففكره الاسموسيس اصلا اتدمرت اول ما انا عملت بويلنج للكاروت دي، اتفقنا؟ فبالتالي شكرا، مش هينفع اصلا تختار اي حاجه، لا سي ولا دي. اوكي. طيب نيجي للسؤال رقم 22، نفس الافكار بس بيلعب بيها بطرق مختلفه. بيقول لي هنا ان والله دي الاسهم دي بتمثل الووتر موفمنت، الموفمنت اوف ووتر موليكولز، تمام؟ باي اوسموسيس. ماشي. هو عايز ايه بقى؟ عايز ترتيب السيلز دي من الليست تو هايست كونسنتريشن اوف ووتر. يعني مين اقل حد عنده ميه ومين اعلى واحد عنده ميه. وطبعا السؤال ده مفيش اسهل منه. ليه؟ لان هو قايل لي هنا اهو ان واحد بتدي ل3 وبتدي ل2 و2 بتدي ل3، صح؟ مين افقر واحد هنا في الحته دي؟ مين افقر واحد؟ 3 هو فقير جدا، الميه عماله تجيله من كل حته، ده كل الناس بتديله، ده فقير قوي. يبقى ووتر هنا قليله جدا. طب وواحد واضح ان هو اغنى واحد، ده عمال يدي ل2 وبيدي ل3، ده غني قوي، صح؟ ده كريم قوي الراجل ده يا بابا. هنا الووتر كتير قوي و2 في النص. يبقى هو عايز من least to highest concentration of water. نركز. يبقى هنقول له والله اقل حد كان 3، بعدها 2، بعدها 1. ليه؟ لان 2 ادت لواحد بس، ادت مره واحده بس، لكن 1 ادى مرتين، يبقى هو كده كان عنده اكتر حاجه. اوكي. يبقى الاجابه اكيد لتر دي. ماشي. بيقول لي if you know that the osmotic pressure of the plant cell X equivalent to 5% sucrose solution. يعني هنا كده الكونسنتريشن بتاعتنا 5% concentration اهو. تمام. What is the concentration of sucrose solution that leads ان هي تتحرك من 1 ل2؟ يعني ايه الكونسنتريشن اللي انا لو حطيتها لها هنا بره كده تخليها تروح من 1 ل2؟ خليني اسالكم سؤال، هو ازاي اصلا اروح من 1 ل2؟ البلانت يسحب ميه ولا يتاخد منه ميه؟ ياخد ولا يتاخد منه؟ قال لك لا، ده هنا من 1 ل2 دي حضرتك هتشرنك، صح؟
السيل هنا انكمشت، صغرت على بعضها، يبقى لازم دي تفقد ميه. طب وامتى هتفقد ميه؟ لما يبقى عندها ميه كتير. وامتى يبقى عندها ميه كتير؟ لما احط هنا ميه قليله، لما احط لها بره ميه قليله، يعني احط لها concentration عالي، يبقى concentrated solution. يبقى لازم رقم اكبر من ال5. طب انا بلص مش فاهم حاجه، انتوا مادتكوا دي ما بتتحلش، انا اصلا مش عارف يعني ايه بيولوجي. طب تعالى يا عمي، انا مش عارف يعني ايه، عارف يعني ايه ماث ولا انت ادبي اصلا؟ طب تعالى يا ادبي، يلا والله العظيم ان شاء الله ما حد حوش. هو يا ابني مش قالك هنا ان هي 5% سكروز؟ اه. طب 0 دي مش اقل من 5؟ اه. طب 1 دي مش اقل من 5؟ اه. طب مش ال5 دي قد ال5؟ مش هيعمل اي حاجه، ده حضرتك هتقف خلاص، كل حاجه هتقف عند الايكويليبريم، صح؟ اه. يبقى ال3 غلط. اصل ايه اللي هيخليك تختار ايه ومش هيخليك تختار بي؟ مفيش حاجه، صح؟ مفيش حاجه تجبرني ان انا اعمل فعل فاحش زي ده. فبالتالي يبقى الاجابه دي بمنتهى اللذاذه والبساطه والجمال والحلاوه، حتى لو انت والله مش فاهم حاجه. نفس الكلام، تيجي ونحل من غير ما نقرا السؤال، والله العظيم من غير ما نفهم اصلا السؤال ده عايز ايه، عشان الناس بس اللي بتقول البيولوجي صعبه ابعتها له في وشه. طيب دلوقتي تاب ووتر، ميه حنفيه اللي حضرتك بتشربها، فهي اكيد مش كونسنتريتد، صح؟ هي اكيد حاجه صغيره كده، حاجه فيها املاح خفيفه، انت مش بتموت الحمد لله. طب ديستلد ووتر، ميه مقطره، لو انت مش عارف يعني ايه ديستلد ووتر خالص، يعني ممكن بقى دي مشكله نحلها مع مستر الانجليش، مش معايا انا، ماليش دعوه. طب ديستلد ووتر ميه مقطره، يعني كونسنتريشن قليله. لو كونسنتريتد شوجر سولوشن. 3 اجابات بنفس المعنى، ليه ايدك تنشك تروح تختار واحده منهم؟ ليه؟ ما هم ال3 اقسم بالله نفس المعنى. اختار هاي كونسنتريتد سولوشن. صح؟ الاجابه صح. يعني انا لو توترت في الامتحان، وعلى فكره ده بيحصل وبجد بيحصل، وده طرق الحل اللي بقول لكم عليه، انت مش دايما هتبقى فاهم السؤال. انت على فكره ممكن تبقى مذاكر كويس قوي، وتيجي تشوف السؤال ما تفهموش، انا مش فاهم ايه السؤال ده. تقدر تحل السؤال من اجاباته، بس احنا مش فاهمين اي حاجه، احنا ما بنعرفش اصلا السؤال بيتكلم عن ايه خالص، ولا فاهمين الرسمه. انا بتعقد من الرسومات اهو يا عم، رسمه على جنب اهو. اكيد مش كل الاسئله بنعرف نحلها كده، بس دي طرق حل اكيد هتحل لك اسئله، فيعني نتعلمها. ده اللي احنا بقى بنتكلم فيه، اتفقنا؟ تعالوا بقى سيبنا من شغل البرازين ده ونرجع نشوف السؤال عايز ايه. ماشي يلا بينا. بيقول لي in the opposite figure which of the following will lead to converting the plant from state 1 ل state 2. يعني مين يا ترى اللي هيخلي البلانت يبقى حزين كده؟ هو البلانت هيحزن امتى؟ لما تاخد منه ميه، صح؟ هي دي الحاجه اللي انت بتعرف تديها له اصلا. كل حاجه تانية هو بيعرف، يعني ربنا بيجيبها له، انت دي الحاجه الوحيده اللي انت ممكن تديها. فالحاجه الوحيده اللي انت ممكن تاخدها منه هي الميه. فانت هنا اخدت منه ميه. ازاي اخدت منه ميه؟ تقولي والله العظيم ده انا لسه ساقيه امبارح. اخدت منه ميه ايه بس؟ لك يا عم ساقيه بايه؟ الله يخرب بيتك يا ريتك ما كنت سقيته. ساقيه بايه؟ جبت كوبايه ميه وحطيت فيها 5 معالق سكر. ما شاء الله يا فرحتي، دول طلعوا 6 بس مش مشكله يا فرحتي. بقى عندنا هنا هاي كونسنتريتد سولوشن. يعني ايه حضرتك؟ يعني ميه قليله. يعني ايه حضرتك؟ يعني الميه هتمشي من البلانت لبره. متخيل ان انت حطيت حاجه سقيته فبتسحب منه الميه، فيا ريتك ما كنت جيت جنبه يعني بجد. فلما تسقيه بهاي كونسنتريتد سولوشن هيوصل للمرحله البائسه دي. ماشي ماشي. طيب بيقول لي in the opposite figure the an amount of sucrose solution اللي هي 10% اتحطت في رايت سايد، وهو هنا قال لك رايت سايد لان هو عارف ان انت مش عارف يمينك من شمالك، مش لازم كان يقول لك، ما هو جايب لك رسمه يعني، بس عشان هنحتاجها في الحل فهو الراجل يعني ايه كتر خيره. طيب another equal amount of sucrose solution، بس اتحطت ايه بقى؟ 6% في الناحيه الثانيه. انت ليفت سايد. يا ترى بقى ايه اللي هيحصل؟ passing time ايه اللي ممكن يحصل يا ترى؟ والله احنا هنا عندنا 90% ميه، صح؟ وهنا عندنا 94% ميه. الوتر هتمشي من المكان اللي فيه ميه كتير للمكان اللي فيه ميه قليله، يبقى هتمشي من الليفت سايد بتاع 6%، هو غششك اهو، لحد ايه؟ الرايت. يبقى from الليفت to الرايت سايد. اوكي
السؤال ده هقول لكم على حاجه للامانه يعني، عشان لو حد فيكم بيحل من المعاصر ياخد باله من الحته دي. في المعاصر مش كاتبين ووتر، هم كاتبين سبستانس A، ولو عملوا سبستانس A وحلوها اسموسيس يبقى السؤال غلط، والحقيقه بقى لها كتير قوي وما اتعدلتش. ليه بقى؟ لان هي الاسهم هنا مش جايبها لي داخله السبفاكر، فحضرتك دي مستحيل تبقى اوسموسس. لكن احنا هنا حطينا ووتر في السؤال عشان الاجابه تنفع تبقى اوسموسس، بالله يسهلكم. تمام؟ ليه؟ لان احنا قلنا ووتر يعني اوسموسس، واوسموسس يعني ووتر. لكن بما يرضي الله يعني، بما يرضي الله، لو سبستنس A دي كان كاتبها سبستنس A ما كتبش ووتر، دي مستحيل كانت تبقى اوسموسس. تبقى اوسموسس امتى؟ لما اتحرك من سب فاكيول لسب فاكيول تانية. طب ولو اتحركت على الجدار من بره كده تبقى امبيبيشن. يبقى مكان السهم بيفرق، مكان السهم بيفرق، بس هما حاطينها كده وعملنا اسموسس، فاحنا قلنا نلاقيها ونحطها ووتر عشان يبقى ايه في السيف سايد. ماشي؟ مش طيب هنا السؤال ده اعتقد مش محتاجين يعني. ماشي، بيقول لي what the phenomena by which the sodium ions move from A to B. والله ايه هنا sodium ions كتير، ليه sodium ions قليله؟ يبقى by diffusion from high concentration to low concentration. مش محتاجه يعني. ماشي؟ ماشي. طيب بيقول لي الووتر بقى موليكيولز هتحرك بايه؟ انا مش لازم اقرا اكمل اصلا بقيه السؤال. ووتر يعني اوسموسس، واوسموسس يعني ووتر. موضوع منتهي. لا تمام. طيب يقول لي which of the following elements is needed by the plant for protein synthesis. دي حاجه بقى من اللي هي الامبورتنس بتاعت الماكرو نيوترينتس. احنا قلنا ان احنا بنستعمل نيتروجين عشان نعمل بروتين من الكربوهيدرات، ولو تفتكروا كان نيتريت، يعني ما كانتش نيتروجين، كان نيتريت، كان جايب لك السولت بتاعها. وقلنا الحته دي في الشرح ان هي النيتريت بتساعد في تحويل الكربوهيدرات لبروتين. اتفقنا؟ اتفقنا. ماشي. بيقول لي يا ترى مين من دول البلانت element is the least used by the plant. يعني بيقول لي مين من دول الايه؟ المايكرو. صح، المايكرو نيوترينت. احنا اتفقنا ان الماكرو كي نصب مج كافيه. صح؟ ادي البي وادي الان وادي السلفر. كي نصب مج كافيه، دول كلهم كده ماكرو، يبقى ده الوحيد اللي ايه؟ مايكرو. ماشي؟ يبقى هو ده اقل واحد مستعمل بالبلانت. ماشي. السؤال ده برضو لاخواتي وحبايبي البلاصين. تعالوا كده نشوف بيقول ايه. بيقول the concentration of K ions in the bond water الرقم ده. ماشي؟ ماشي. What is the concentration of these ions in the cellulose sap of Nutella alga? If you know that the absorption of الكي بلس دي محتاجه انرجي. احنا نقول ان انت برضو واحد مش فاهم اي حاجه في اي حاجه وما تعرفش يعني ايه بيولوجي، وجيت تشوف الرقم ده، فحضرتك هتلاقي انه كل الاختيارات اصغر منه او قده. احنا قلنا ما تبصش لاي حاجه قدها دي خالص. تمام؟ 0.2 اصغر و0.8 اصغر. يعني انا عايزه سبب منطقي يخلي حضرتك تروح تختار بي وما تختارش سي. مفيش، صح؟ دي عنصريه. ليه؟ لان الاثنين اصغر من 1.2، فايه اللي هيخليك تختار دي ومش هيخليك تختار دي؟ هو اكيد مش هيلعب معاك في ارقام، دي حاجه انتوا ما خدتوهاش اصلا، لكن هيلعب معاك في ايه؟ لازم يبقى اكبر منها. ليه؟ عشان احنا اتفقنا لما يبقى انت عندك كتير من الحاجه ولسه عايز تاني، لا يبقى احنا كده محتاجين اي تي بي. خلاص احنا اديناك لما انت كنت قليل واللي بره كان كتير وما قلنالكش حاجه، لكن اول ما تيجي تبقى عندك كتير ولسه عايز تاني، لا هات اي تي بي، هات انرجي. فلازم يبقى جواها اكبر من ال 1.2 دي. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب بيقول لي in the opposite graph what is the reason for the non-absorption of element X. يا ترى ليه بلانت ما عملش absorption للإليمنت X؟ والحقيقة احنا ما عندناش أي تفسير، يعني احنا ما عندناش، أنا وأنت كده ما نعرفش أصلا مين البلانت، مين الإليمنت، مين أي حاجة، صح؟ فأسلم حاجة إن احنا نقول
والله بلانت مش محتاجه، يعني بلانت كان مزاجه كده مش جايبه ان هو ياخد الاليمنت ده فما سحبوش، فخلاص البلانت مش محتاجه. بجد والله والله بجد هي دي الاجابه. تخيلين شفتوا سهله ازاي؟ طيب بيقول لي in the opposite graph ده السؤال ماشي. يا ترى بقى البلانت هيعتمد الابزوربشن ايه عشان يسحب واي؟ هنا بقى نصحى للكلام. والله البلانت سيل جواها من واي ده قد كده اهو، هنا كده. طب وفي السويل سولوشن هنا كده. يعني البلانت سيل عندها كتير قوي من element واي ولسه عايزه تسحب منه تاني. يبقى احنا اتفقنا لو هنروح من اللو كونسنتريشن للهاي كونسنتريشن يبقى حضرتك هتحتاج ATP عشان تعمل اكتيف ترانسبورت. طب لو كان سأل على زد، بصوا زد قد ايه في البلانت؟ قليل قوي وبره كتير قوي صح؟ يبقى عادي from high concentration to low concentration، يبقى هنا كنا هنقول diffusion. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب بيقول لي if you know that in case of the absence of element Y photosynthesis process wouldn't occur. يبقى احنا نروح نشوف مين اللي كان بيساعدنا عشان نعمل photosynthesis process. بمنتهى البساطة هو الايرن. تمام، احنا ما جبناش حاجة من عندنا، دي الاستعمالات بتاعت الماكرو نيوترينز. حضرتك احفظها وتعالى حل، ما فيهاش اي ابداع يعني. ماشي؟ ماشي. طيب يقول لي which of the following interprets the reason for the presence of element Y in higher concentration than that of element Z. والله أنا لو معايا 5 علب مناديل مثلا وإزازة مية واحدة، ده معناه إيه؟ ده معناه إن أنا بحتاج المناديل أكتر من المية. أو لو أنا معايا إزازة عصير واحدة 5 ازايز عصير، فده معناها ان استهلاكي للميه اكتر من العصير. فبما ان البلانت عنده element Y more than element Z يبقى هو اكيد محتاج element Y اكتر من element Z. مش محتاجه فقاقه بس كده. وما انت فاكر ايه يعني؟ ماشي. مش طيب هنا السؤال ده يعني اللي هو بيقول لك يعني ايه كده، يعني بيقول لي والله which of the following mechanisms permit the transport process inside and outside the cell. يعني مين من دول بيسمح بان الحاجه تدخل او تطلع بره السيل، مش تدخل بس او تطلع بس او بطريقه معينه، فكلهم ينفعوا عادي. انت ممكن تدخل حاجه او تخرجها بالاكتيف ترانسبورت، ممكن بالديفيوجن، ممكن بالاوسموسيس زي الووتر، ممكن بالسلكتيف بيرميابيليتي عادي. فكلهم ينفعوا عشان ايه؟ اعمل ترانسبورت. ماشي. ماشي. طيب تعالوا نشوف بيقول ايه. بيقول لي a piece of fresh potato is put in diluted sucrose solution. يعني ايه diluted sucrose solution؟ يعني water كتير وسولت او هنا بقى sugar قليل. diluted يعني خفيف. and after an hour the weight of this piece increases. بعد شوية لقينا ان حجمها او تقلها زاد. ده معناه ايه؟ ده معناها ان هي امتصت مية، ده معناها ان دخلها مية. طيب which of the results shown in the following table represents the concentration of sucrose in the solution after the end of the experiment occurring process. هو عايز ايه بقى؟ تعالوا كده نلخص اللي هو قاله ده. والله احنا كان عندنا حته بطاطس ولا مش عارف حته جزرايه ولا مش عارفه كان عنده ايه، وحطها في diluted solution. يعني ايه diluted solution؟ يعني ووتر كتير وشوجر قليل. فطبيعي الميه هتتحرك من المكان اللي فيه ميه كتير للمكان اللي فيه ميه قليل. فقال لك بعد شويه لقينا ان البتاعه دي تقلها زاد، يعني اكتسبت ميه. لا يا راجل ما كنتش اعرف انا، يعني ما احنا عارفين ما هو لازم. ايه اللي هيحصل بقى في الكونسنتريشن بتاعت السوليوشن اللي بره ده؟ والسؤال ده حلو قوي قوي قوي. ليه؟ لان اي حد هيجري يروح عامل ديكريز، وحد فاهم يعني حد شاطر، مش اللي هو حد مثلا اهبل، لا شاطر يروح عامل ديكريز، بس هو مركزش. هو هنا بيسأل عن الكونسنتريشن. يعني ايه كونسنتريشن؟ يعني نسبة الصوت للمية. هو انا لو عندي عصير مانجا خفيف
وعايزه اتقله من غير ما احط مانجا، اعمل ايه؟ اشيل شويه ميه. لو عندنا القدره ان احنا نشيل شويه ميه من عصير المانجا الخفيف ده الوحش ما حدش عايز يشربه، هيتقل ويبقى حلو وكل الناس هتتخانق عليه، صح؟ طب انا دلوقتي شلت حبه ميه ودخلتهم السل، معنى كده ان الكونسنتريشن بتاع السولوشن زاد، صح؟ يعني هنا الكونسنتريشن عالي والووتر قلت. يبقى لو كان سأل هنا عن الووتر كنا هنقول له ديكريز، لكن هو ما سألش عن الووتر، هو قال الكونسنتريشن. لا، الكونسنتريشن زادت تاني. ليه؟ عشان الميه قلت. يبقى اول ما الميه تقل الكونسنتريشن بيزيد على طول. اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى الكونسنتريشن زادت، وطبعا البروسيس دي اوسموسيس لان هي اصلا حركه ميه. لا اكيد. تمام. السؤال ده اهبل جدا، بيقول لي والله احنا كان عندنا حاجه وعايزين نخرجها او ندخلها جوه السيل، يعني هي كانت بره وعايزين ندخلها جوه واستعملنا اي تي بي. اعرف منين ان هو استعمل اي تي بي؟ اهو والله مش مع ظهر ايدي، هو قال لي ان احنا كان عندنا اي تي بي مولكيول وبقت اي تي بي وفوسفيت، يعني كسرنا بوند. طب ولما حضرتك تكسر بوند بتكسرها ليه؟ مش غلاسه، انا بكسرها عشان عايز انرجي، صح؟ وانا بعوز انرجي امتى؟ لما اكون بعمل اكتف ترانسبورت، صح برضه. ماشي. خطي احسن من كده، خطي في الحقيقه احسن من كده، بس مش عارفه ليه بعمل كده على البورد، بس والله خطي في الحقيقه احسن من كده. مش يعني ممكن ابقى احاول اكتب لكم بالراحه شويه، انا تقريبا عشان بكتب بسرعه انتوا اكيد مش فارق معاكم اصلا. ماشي. السؤال ده برضه نفس الفكره اللي احنا شارحينها، وعلى فكره سؤال حلو جدا بجد. بيقول لي 2% سجلوا لي 2% 2% او 2% of glucose solution and 3% من السكروز solution. مش فارق معايا والله العظيم، ما فارق معايا ولا فارق معايا ولا رايك ولا رايها ولا راي اي حد والله العظيم من الناس اللي قاعده دي. added in a sac made of a permeable membrane for water and glucose only. يعني ايه بقى؟ يعني هو جاب حته ساك هنا كده، تمام، ملبسيه دي، وراح حاطط فيها جلوكوز وسكروز، وجاب بيكر حاطط فيه بره جلوكوز وبرده سكروز. بيقول لي ايه بقى؟ احنا عندنا جلوكوز 1% وسكروز 1% بره، يعني هنا هي على الرسمه بس مش عارفه هتبقى واضحه ولا لا، فانا هكتبها لكم تاني. اوكي؟ طيب يبقى هنا كده عندنا 1% جلوكوز و1% سكروز، وجوه هنا عندنا 2% جلوكوز و3% سكروز. هل انا فارق معايا؟ ما انا لسه قايلكم من شويه والله العظيم ما فارق معايا ولا انت جلوكوز ولا سكروز ولا ايه، والله العظيم ما فارق معايا اي حاجه خالص. الحمد لله نستحمل هنا اسهل، والله العظيم ما فارق معايا اي حاجه خالص. يا عم قول لي يا عم ان جوه 5% شوجر وبره 2% شوجر، فرقت دي؟ والله العظيم ما فرقت ولا حد حس بحاجه اصلا، بس احنا اللي بنحب نعمل كده. بيقول لي بقى يا ترى which of the following will occur with time؟ يعني لما اسيب البتاع شويه وقت كده ايه اللي هيحصل؟ هو ايه اللي هيحصل؟ تعالوا كده نشوف ايه اللي هيحصل من غير ما نشوف الاختيارات اصلا. والله اللي هيحصل بكل بساطه ان هنا الووتر بيرسنت 98 ووتر بيرسنت، صح؟ وجوه هيبقى 95 ووتر. مين اللي اكتر؟ من بره، يبقى الووتر هتدخل من بره لجوه، صح؟ هل ده موجود في الاختيارات؟ تعالوا كده نشوف. بيقول لي sucrose concentration inside the sac will increase. لا يا عم مش هتنكريز. ليه؟ لان انا بدخل لها ميه، انا مدخله لها ميه، يبقى الكونسنتريشن بتاعت الشوجر عامه سواء سكروز او جلوكوز هتقل. طيب الساك فوليوم will decrease، يعني حجم البالونه دي هيقل. يا عم هيقل ازاي؟ ده انا بقول لك مدخله لها ميه، يبقى حجمها هيزيد، يبقى برضو مش سي ولا بي. طب الووتر اماونت will increase inside the beaker. يا عم ده انا بقول لك هاخد ميه من البيكر وادخلها، تقول لي الووتر اماونت will increase؟ لا طبعا. يبقى انا ممكن احل بالاستبعاد حتى لو انا مش عارفه اوصل لاول واحده دي، لان اول واحده دي صعبه حتى لو انا ما عرفتش اوصل لها. ممكن احل بالاستبعاد؟ اه طبعا، ليه لا؟
يبقى تاني باكد لكم على فكره ان انتوا مش لازم تبقوا فاهمين السؤال 100% ومذاكرين الدرس 100% وفاهمين الاجابات 1000000%. لا، عمرها ما هتحصل. عمرك ما هتدخل امتحان وتبقى فاهم كل الاسئله وكل ايه يا عم، ايه يا عم، مش لا يعني مش الدرجات دي، بس انت تقدر تحل اسئله كتير قوي صح حتى لو انت مش فاهمها كويس. ودي طرق الحل اللي احنا بنقول نحاول نتعلمها، نحاول نبنيها جوانا كده. اوكي طيب، يعني ايه بقى لتر اي دي؟ بيقول لي جلوكوز concentration in the beaker will increase. ليه؟ لان احنا قللنا منه ميه، وطالما قللنا ميه يحصل ايه في الكونسنتريشن؟ تزيد. يبقى الكونسنتريشن بتاعت والله العظيم والسكروز كمان الشوجر عامه هيزيد انكريز. ماشي؟ طبعا في البيكر، ويقل في الساك لان انا زودت لها ميه. زودت لها ميه يعني خففتها، يعني الكونسنتريشن قل. كانك عامل عصير مانجا وبعد كده رحت مزود ميه، هيخف ولا هيتقل؟ هيخف طبعا. تمام؟ ماشي. السؤال ده لذيذ قوي وسهل قوي وسهل جدا جدا. بيقول لي والله احنا حطينا بيسز، يعني حتت كده من البطاطس وزنها 7 جرام. احنا وزناهم ووحدناهم، يعني كلهم كانوا 7 جرام. وتمام، ورحنا عاملين ايه بقى؟ Then some of them were put in water and the others were put in sucrose solution. حطينا منهم في ميه، حطينا منهم في sucrose solution، يعني قعدنا دلعناهم كده. طيب اسمها ايه دي؟ احنا كنا فين؟ with different concentrations. يعني السكروز سولوشن دي هتلاقي مثلا واحد 5%، هتلاقي واحد 2%، هتلاقي واحد 10%، يعني ايه من اللي قلبك يحبه. Which one of the sucrose solutions has the same concentration of cereal? ايه يا عم ده انا هعرف منها وانا بنجم؟ قال لك لا مش هننجم، احنا هنبص على الجراف. سوسن بالسويزي اهو، صح؟ هو قال لي ان حجمهم كان كام؟ 7 جرام. بص الويت هنا كام؟ 7 جرام. تك 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 انزل. concentration كانت 2. تقول لي ايه ده؟ انا ما فهمتش حاجه. والله العظيم ما فهمت حاجه. ايه ده؟ اقول لك هو يعني ايه اصلا الحجم بتاعها زاد عن 7؟ يعني هو انا ينفع بحطها 7 جرام وكمان شويه اجي الاقيها 11 جرام؟ ايه الهبل ده؟ قال لي لا ده مش هبل، ينفع تحصل لو هي شفطت ميه، صح؟ طب ينفع الاقيها اقل من ال7؟ ايه الهبل ده؟ مش هبل، ينفع تحصل لو هي فقدت ميه، صح؟ صح. والاتنين الحالتين سواء فقدت ميه او اكتسبت ميه فده معناه ان هي اتحطت في كونسنتريشن مش زيها، خلى في اوزموتيك بريشر، خلى في فرق في الاوسموسس، خلى في فرق في الكونسنتريشن، فبقى حد عارف يشفط ميه وحد بيتاخد منه، صح؟ طب لو هما الاتنين كانوا نفس الكونسنتريشن هل هيتغير اي حاجه؟ هل الميه هتروح هتدخل او هتطلع او هتعمل اي بتنجان؟ لا والله الميه مش هتتحرك من مكانها اصلا. يبقى طالما هي فضلت محتفظه بالوزن بتاعها اللي هو 7 جرام ده، يبقى كانت الكونسنتريشن بتاعتها نفس الكونسنتريشن بتاعت ايه؟ السوليوشن اللي هي اتحطت فيه. يبقى لما احنا استعملنا سوليوشن 2% الويت ما اختلفش، يبقى هو ده كان الكونسنتريشن اللي موجود في ايه؟ في حته البوتيتو 2%. اتفقنا؟ اتمنى تكون وضحت. ماشي. طيب بيقول لي the green plant doesn't get benefit from the sugars resulted from the decomposition of the plant leaves which are present in the soil. This is because the root hairs contain. يعني ايه بقى اللي هو بيقوله ده؟ بيقول لي والله ساعات البلانت مش بيستنفع يعني من الحاجات اللي موجوده في التربه او تحلل الحاجات الليفز مثلا اللي موجوده في التربه، مش بياخد البنفيتس من الشوجرز بتاعتها دي. مين اللي متحكم في ده؟ اكيد البلازما ممبرين. واحد يقول لي ليه يا عم؟ اكيد اقول له عشان هو ده بتاع السيمي بيرمبل، صح؟ مش احنا قلنا ان هو ده اللي عنده البرميابيليتي كلها، هو ده السيمي بيرمبل ممبرين، فبالتالي هو ممكن تكون فتحاته عامله كده، والشوجر سولوشن دي او الشوجر اللي جوه اللي اتحللت دي عامله كده، هيعرف يعديها؟ لا. يبقى مين المتحكم في حاجه تخش او لا، سواء بقى شوجر من ليف ولا ديكومبوزيشن ولا اي حاجه؟ البلازما ممبرين، لان هو يا اما هيبقى عنده برمابيليتي ليها يا اما مش عنده برمابيليتي ليها. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب نشوف كده السؤال ده بيقول لنا ايه. بيقول لنا والله the opposite figure which of the following cells needs ATP molecule عشان نحرك او نعمل transfer molecules to it. يبقى مين اللي هتحتاج ATP او active transport او هتعمل active transport؟ اللي هتعمل active transport. مين اللي هتعمل active transport؟ اللي هتحرك. يبقى هي عندها كتير قوي
ولسه عايز تاخد تاني، يبقى هتحتاج تعمل اكتف ترانسبورت وهتحتاج اي تي بي. اتفقنا. هنا كتير وهي بتحاول تسحب لان هنا قليل، ده الطبيعي، ده الديفيوجن عادي. لكن هنا دي عندها كتير قوي ولسه برضه بتحاول تسحب من بره، يبقى هي دي اللي هتستعمل اي تي بي او هتحتاج اي تي بي عشان تعمل الاكتف ترانسبورت ده، يبقى سيل اي اونلي. اوكي. طيب نيجي للسؤال رقم 38. بيقول لي يا ترى مين من دول هيساعد البلانت ان هي تابزورب ايونز against concentration gradient. يعني ايه against concentration gradient؟ يعني هتحتاج ATP، صح؟ لازم، ما احنا قلنا active transport against concentration gradient، يبقى انا لازم احتاج energy، يبقى محتاج ATP. طب مين في دول كان بيساعدني اصنع ال ATP؟ والله الفوسفورس. بس كده، برضو نفس الحاجة، الامبورتنس بتاعة الماكرو نيوترينز. ماشي. طيب بيقول لي هنا the following figures shows 3 funnels containing solution with different concentration. فيها solutions ب concentrations مختلف. ماشي يا عم. where each of them was put in for 24 hours in beaker containing starch solution with unknown concentration. يعني احنا عارفين الكونسنتريشن بتاعت الفانلز، عارفين ان دي الكونسنتريشن بتاعتها تاب ووتر، يعني تقريبا مفيش كونسنتريشن. الكونسنتريشن بتاعت الستارش هنا 2% جوه هنا كده رقم 2 دي، وهنا الستارش 4%. بيقول يا ترى بقى ايه الكونسنتريشن اللي موجوده جوه البيكر؟ نفس الفكره اللي احنا لسه شارحينها. بصوا كده، هنا لما بعد 24 ساعه الميه قلت، هنا الميه زادت، هنا الميه ما اختلفتش اصلا، يبقى كانوا نفس الكونسنتريشن. اتفقنا؟ يبقى طول ما هو نفس الكونسنتريشن لا ميه هتدخل ولا ميه هتطلع ولا الميه هتتحرك اصلا. اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى دي كان الكونسنتريشن بتاعها ايه؟ 2%. يبقى اكيد برضو الكونسنتريشن بتاعت البيكر 2%. اوكي. بيقول لي يا ترى ايه الاسباب اللي خلت 1 و3 يختلفوا؟ والله اوسموسس، لان انا هنا عندي حضرتك انت حاططها في تاب ووتر، صح؟ يبقى الميه هتطلع، لان هنا كده في تاب ووتر يعني ميه كتير وكونسنتريشن قليله، يبقى هتفقد ميه لبره. وهنا العكس، هتجين ميه لان الكونسنتريشن بتاعتها عاليه، واحنا قلنا ان هي المفروض 2%، فبالتالي 4 دي عاليه، فكونسنتريشن عالي يعني ووتر قليل، فهتتحرك من المكان اللي فيه ميه قليل المكان اللي فيه ميه كتير. سوري، المكان اللي فيه ميه كتير المكان اللي فيه ميه قليل. كتر ما قلتها بقى يعني ما علينا. تمام؟ فهتزيد الميه هنا. ده حصل بايه؟ بأوسموسيس فينومينا. طبعا احنا من غير اي حاجه اصلا، بما انها تحركات ميه، احنا نقدر نقول أوسموسيس فينومينا من غير كل العك ده. ماشي. طيب نيجي للسؤال هنا. بيقول in the opposite figure which of the following can transfer through the semi-permeable membrane. يعني هنا هو semi-permeable membrane اهو، ماشي، وبيقول يا ترى مين من دول هيعرف يعدي في السيمي-permeable membrane ده؟ والله منتهى البساطة، اللي حجمهم يساعدهم، صح؟ لا اكس هتنفع ولا زد هتنفع، لان هم حجمهم كبير قوي، صح؟ حجمهم، فمش هيعرفوا يعدوا من الفتحات الضئيلة الصغيرة دي، صح؟ فبالتالي يبقى اكيد واي اللي هي الدوائر الصغنونة دي من concentration 1 لكونسنتريشن 2. طب ليه بقى؟ قال لي والله عشان هنا واضح قوي ان الدوائر الخضراء كتير قوي، صح؟ هنا في دوائر خضراء كتير، هنا دوائر خضراء قليله، يبقى هتمشي من المكان اللي فيه كتير للمكان اللي فيه قليل باي ديفيوجن. هو هنا مش سائل باي ايه، بس يعني هتمشي طبعا باي ديفيوجن. ماشي. هنا بقى نيجي ايه؟ ختامها مسك. السؤال ده من الاسئله الرائعه، لا فوق الرائعه بجد، واللي حل السؤال ده صح بجد 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 عاش بجد يعني. ليه بقى كل الهيصه دي؟ بيقول لي ايه؟ تعالوا كده نشوف السؤال بيقول لنا ايه. بيقول لي after 24 hours the concentration of the solution will be. يا ترى الكونسنتريشن هتكون ايه؟ هو ايه اللي هنا ان دي 8% concentration ودي 6% concentration. بعد 24 ساعة الكونسنتريشن هتبقى كام؟ هتقولي والله احنا لسه قايلين من شوية انه الكور الخضراء دي هتروح من هنا لهنا، صح؟ فاكيد الكونسنتريشن هتقل، يبقى هنا لو 1 الكونسنتريشن فيه هتقل،
يبقى رقم اقل من ال8، صح؟ عظيم. و2 هيتنقل لها فالكونسنتريشن هتزيد، يبقى لو 2 يبقى لازم رقم اكبر من ال6، صح؟ صح. 1 اصغر من 8 يبقى الفيرست اصغر من 8، 9 ما تنفعش. طيب فيرست اصغر من 8 ماشي تنفع، 7 برافو. طيب السكند 8 صح اللي هو اكبر من 6 تنفع. طب السكند 5 لا احنا عايزين رقم اكبر من 6 مش اقل من 6. طب اختار بقى بي ولا سي؟ هنا اللي يحكمنا بقى مين؟ القاعده بتاعه الديفيوجن. هو احنا قلنا الديفيوجن بيحصل الى ما لا نهايه لحد بقى انا بقى معايا 10 جنيه وانت معكش خالص، فانا بدل ما اديك 5 ويبقى انا معايا 5 وانت معاك 5 لا انا بقى كريمه قوي بقى فاديك ال10 فابقى انا معيش فانت تديني ال10 ونفضل بقى ال10 رايحه جايه ما بيننا. حاجه اسمها كده طبعا هبل ما بيحصلش. لكن الصح ان الاثنين يبقوا ايكوال، مش هنا 8% تركيز وهنا 6% تركيز، يعني توتال 14% تركيز. يبقى خلينا نقسمهم عشان ما حدش فينا يحتاج التاني، خلاص كده يبقى هنا 7% وهنا 7%. سؤال حلو جدا 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 على فكرة. اوكي يبقى الإجابة هتكون الأولاني هيكون 7. طب والتاني 7 برضو والله. اوكي عشان اللي يبقوا الاتنين قد بعض. ماشي ماشي. تعالوا بقى بينا نشوف ال miscellaneous questions. طيب خليني بس اقول لكم حاجه، الميسيلينيوس كويشنز مش هتكون مش هنحلها كلها، يعني احنا مش هنحل كل الميسيلينيوس كويشنز مع بعض لان الموضوع هيبقى بايخ شويه. كده كده في موديل انسر تقدروا تشوفوا منه، ولكن هي مهمه في حلها، يعني لازم تحلوها. احنا بناخد بس كام سؤال كده ايه يعني تسليك زور، لكن حاولوا تحلوها لان هي هتجيلكوا في الامتحان فتبقوا متعودين، وكمان هتجيلكوا في ثالثه ثانوي يعني ان شاء الله بيبقى فيه اسئله مقالي، فانتوا محتاجين تتعودوا ازاي تكتبوا، يبقى عندكم القابليه او القدره ان انتوا تكتبوا. ماشي فيا ريت نهتم بالموضوع ده، الموضوع ده مهم. فنحل الاسئله المقاليه. هنا بيقول لي the root hair works as an osmotic device. ليه؟ قال لي والله عشان الروت هير جواه سبفاكيول concentrated. صح هو الروت هير اهو تمام، هنعتبر ان ده روت هير وادي السب فاكيول بتاعته. هنا هنلاقيها فيها كونسنتريشن كتير فقادره ان هي تسحب ميه، صح؟ باي اوسموتيك بريشر. اتفقنا؟ اتفقنا. فهو هنا بيقول لك والله as the concentration of the solution بتاعت السيل ساب تمام او اللي هي السب فاكيول يعني inside the sub vacuum higher than the concentration of the soil. هنا الكونسنتريشن عالية قوي والسويل بره الكونسنتريشن قليلة، فبالتالي هيقدر يسحب ووتر من بره لجوه باي اوسموسس. اوكي اوكي احنا طبعا يعني التعبير عن الإجابة بيكون براحتك يعني، بس المهم تديني اللي انت فاهم، يعني تحسس اللي بيقرأ ان انت فاهم هو بيقول ايه. تمام دي اهم حاجة يعني، او فاهم انت بتقول ايه. ماشي ماشي. Give reason for the cell consumes energy to absorb ions against the concentration gradient. احنا اتفقنا ان مفيش حاجة بتمشي against concentration gradient غير by force، لازم تجبرها، يعني محتاج energy. لازم ليه؟ عشان انت هتمشيها من مكان فيه concentration قليل لمكان فيه concentration كتير، يبقى انت كده بتستهبل. انت حتى الحبه الصغننين دول عايزهم، لا يبقى كده ابذل شويه طاقه بقى وايه واستعمل ATP. ماشي وعبروا بقى عن الاجابه بطريقتكم مكتوبه اهي. اخر سؤال هنا بيقول لي والله هنا احنا عملنا اكسبيرمنت ولقينا ان تيوب نمبر 1 الليفز بتاعتها يلو مصفره كده، والتيوب نمبر 2 هنا الليفز بتاعتها جرين. طيب ايه اللي يخلي بقى دي يلو دي جرين؟ والله نيوترينز. انت هنا يلو دي اديتها نيوترينز ضعيفه جدا، كانتش كويسه، كانت مثلا نقص مغنيسيوم اللي هو بيعمل الكلوروفيل اللي بيخلي البلانت لونه اخضر، فما كبرتش بشكل كويس او بقى لونها اصفر. ليش بقى لونها اصفر؟ انت شلت نيوترينت مهمه، احنا قلنا النيوترينتس مهمه وهتاثر في البلانت. تمام
الاخضر ده انت كنت مغذيه كويس، حاطط له النيوترينز اللي هو محتاجها، في مثلا مغنيسيوم كويس، لكن هنا لا. بس هو ده كل الفرق يعني، مش هنحتاج بقى ايه نرغي كتير. ماشي مش خلاص يا سيدي، شكرا، ايه كفايه. ثانك يو. اتمنى ان يعني الحصه تبقى لذيذه خفيفه، هي ما فيهاش افكار كتير على فكره. هو الفكره تقريبا المين ايديا عندنا هنا دلوقتي هي طريقه تحرك الميه بتتحرك منين لفين، من مش عارف ايه، والكونسنتريشن، وعمال يلف بقى حوالين الفكره دي، لكن ما اخترعش، احنا ما اخترعناش. تمام. فبالتالي بلاش نحاول نعقد الامور على نفسنا او نحسس نفسنا ان في حاجه صعبه، لا خالص، على فكره مش اي حاجه صعبه خالص. فنحاول كده نخلي الدنيا لذيذه، نذاكر اول باول عشان الترم ده طويل وفي حاجات تقيله حبتين. يعني شابتر 2 محتاج ناس بتذاكر، محتاج ناس فايقه، مش صعب بس كده يعني، محتاجين شغل يعني. ماشي بس، وان شاء الله بقى اشوفكم على خير باذن الله. لو احتجتوا اي حاجه زي ما اتفقنا هتلاقوا اللينك بتاع الفيسبوك بتاعنا تحت في الديسكربشن بوكس، وبقيه الحصص بقى هتنزل على المنصه ان شاء الله، تقدروا تسالوا على اي اسئله لو حابين، وان شاء الله هنرد عليكم يعني. اوكي اشوفكم على خير ان شاء الله يا شباب. باي. اللي جاي أحلى، فلتصحبكم السلامة.